تجيب لي ولادي. الله ينجيك يا سيادة الريس، يا سيادة الريس، تجيب لي ولادي، تجيب لي ولادي اشوفهم بعيني كده واحطهم في حضني كده، عشان الاطفال الصغير بيجروا على اللي بتعيشوا يوكلوا اطفالهم ويعلموهم. مشاهدين الخبر المصري في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف جديد. وليضنا النهارده من قريه ابو شنب بمركز بمحافظه الفيوم، ومعانا تقريرنا النهارده مع احد الشباب المحتجزين في دوله السودان. اكتر عن هذه التفاصيل والد ووالده احد الشباب المحتجزين في دوله السودان. عرف نفسك للساده المشاهدين يا حاج. محمد معوض حسين. اهلا بيك حضرتك. والد ابو عماد وابو مجد. احكي لنا، عرفت الخبر ازاي يعني؟ خبر طبعا قطع المكالمات. واللي في السكن هناك هم اللي اتصلوا علينا، النفران اللي فاتوهم. هم كانوا قد ايه في السكن حضرتك؟ كانوا 9 مثلا، حاجه زي كده. 9. خدوا 7 وفاتوا 2. الاثنين اللي في السكن بقى بنتصل مفيش مراسلات، فاللي في السكن قالوا خدوهم بتاع الدعم السريع، فشوا عليهم وخدوهم وخدوا تليفونات. دي الواقعة دي كانت امتى يا حاج؟ الواقعة دي يعني 18/6. طب انت ايه اللي بتطالب بيه يا حاج؟ بطالب من ربنا ثم ربنا يبعت لنا عيالنا، عشان اولادهم بيعيطوا ليل ونهار. بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب لنا عيالنا. هو كم واحد محتجز هنا من نفس القرية يا حاج؟ 7. 7. هم كلهم 7. احنا عيالنا منهم 3، ماجد وعماد واحمد عبد العزيز. بالك. فاحنا عيالنا بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب لنا عيالنا، عشان عيالهم الاسره صغيره بتعيط وليل ونهار. ان شاء الله يا حاج صوت حضرتك هيوصل ان شاء الله. فاحنا املنا في ربنا ان ربنا قادر على كل شيء، ثم عبد الفتاح السيسي يجيب لنا عيالنا، ثم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله صوت حضرتك هيوصل يا حاج ان شاء الله. ان شاء الله. ومعانا والدة 2 من الشباب المحتجزين. عرف نفسك للساده المشاهدين يا حاج. نادي عبد التواب عبد الكريم. طب ايه اللي ايه احكي لنا يا حاج، ايه عرفت الخبر ازاي؟ اللي عرفته الدعم السريع طب عليهم وخدهم من غير سبب. طب عليهم وخدهم من غير سبب، فاتوا جوز عيال وخدوا الباقي. وبعد كده قعدنا نتصل عليهم، مفيش مكالمات، مفيش اي مكالمه. راحوا متصلين علينا العيال اللي فضلت في السكن، قالوا لنا ده خدوهم دعم السريع. دعم السريع جت خدتهم. تجيب لي ولادي يا سياده الريس، تجيب لي ولادي، تجيب لي ولادي اضمهم في حضني كده، تجيب لي ولادي يا سياده الريس، تجيب لي ولادي، تجيب لي ولادي اشوفهم بعيني كده واحطهم في حضني كده، عشان الاطفال الصغيره بيجروا على اللي متعايشهم يوكلوا اطفالهم ويعلموهم، يوكلوا اطفالهم ويعلموهم يا سياده الريس، يا سياده الريس، يا سياده الريس، تجيب لي ولادي. الله ينجيك يا سيادة الريس. اطلب من ربنا يا سيادة الريس تجيب لي ولادي، ده ولادك يا سيادة الريس. عشان خاطر ربنا. صوت حضرتك هيوصل ان شاء الله. ومعانا برضو خالة مين حضرتك؟ ماجد وعماد. ايه اللي بتطالبي بيه؟ اطلب من ربنا ان ربنا يبعثهم لاولادهم، ربنا يبعثهم لاولادهم طيبين سالمين غانمين يا رب، ويبعث لنا اولادنا يا رب. لا ان شاء الله. يبعثهم من عنده. امل في ربنا يا رب. ان شاء الله صوت حضراتكم هيوصل ان شاء الله. وزي ما انتم شفتوا كده حضراتكم في التقرير كل مطالبهم بسيطه جدا، نفسهم ولادهم يرجعوا ليهم تاني ان شاء الله. وده كان تقريرنا من قريه
أبو شنب بمركز أبو شايب ومحافظة الفيوم.